ابو فيصل مرحبا. هلا يا شيخ، شلونك يا شيخ؟ لوني ابيض، حياك الله. دوام يا رب. وانت كذلك. يا شيخ أنا على رقية الآن، وكل ما سمعت الرقية أو بالذات سورة الفلق عيوني تدمع، وإذا قرأت سورة البقرة كذلك عيوني تدمع. وإذا سمعت رقية يعني من غير ما أكون صاحي، مثلا وأنا في السيارة مشغلها وأنا رايح البيت بعد الدوام، برضو طول الطريق عيوني تدمع، أحس بحرارة في عيني. وهذا غير النبض اللي أحس فيه في راسي وفي قدمي أنت بكرامة. كلمت. وغير كذا أنا لما أنام على رقية يجيني على قولهم تجيني أحلام كذا غريبة. ناس يبكون. وآخر حلم كان أشوف عناكب كبيرة تطلع من عند راسي. أنا كنت منسدح في الحلم وفي حفرة جنب راسي، وعناكب كبيرة كذا مرة كثيرة بشكل مهول، وبعضها يجي على صدري وأدفها من صدري كذا بيدي الثنتين. وانت تدري اصلا من غير ما اقول لك انا انه هذه المنامات اذا تكررت، وهذا الواقع اللي يحدث بدموع العين او بالتثاؤب اثناء القراءه او التعب او اي امر من الامور، هذا يدل على ان الانسان يحتاج استمرار على الرقيه. خلاص خلنا نستمر انا وانت من الان على سوره الفلق وسوره الناس وقل هو الله احد. تقرا بكثره على ماء وتشرب على زيت، تدهن الوجه والراس كاملا بمنطقه الصدر وعلى ماء، وتشرب دائما خاصه قبل النوم. تجيب كاس مويه ان شاء الله 100 ملي، تقرا عليه سوره الفاتحه المعوذتين بنيه شفائك بهدوء بتدبر، تنفذ بالماء وتشرب وتنام. اول ما تستيقظ من نومك نفس الشيء. واذا استطعت انه تمر بزيت زيتون تاكله حتى تتوقف عندك المشاكل هذه كلها. اذا برضو قدرت تجيب زمزم تقرا عليه مرحبا يا محمد مرحبا يا محمد. اذا استطعت انه تجيب ماء زمزم 3 دبات 4 دبات 5 دبات، جب افتحهم كلهم، اقرا عليهم بجلسه واحده، فتحه واحده افتحهم كلهم، اقرا عليهم الفاتحه مكرر، ثم اقرا المعوذتين والكفر والاخلاص وقراءة الكرسي وسوره الزلزله وايات الشفاء، انفذ عليه ثم اشرب منه شوي. يعني تاخذ كاس تشرب حتى ترتوي، بعدين الباقي تغتسل فيه مرورا بالوجه وبالعيون حتى تفرك عيونك كأنها عيون اسد، وبعدين ان شاء الله تصير بخير. نعم. طيب يا شيخ، في بوادر شفاء ولا؟ لأنه وصفت لي وصفة مرة طويلة، قلقت، حسيت إنه وضعي صعب. من اللي وصف يعني لك وصفه طويله؟ من هو اللي شرحتها لي أنت، اللي أنا شرحتها الحين؟ مم. قل امين، الله يجعل ايامك وسنينك طوال بصحه وعافيه. آمين وين آمين. طويله؟ الله يطول لي عمرك يا ابو فيصل. لا الناس بس يقول يعني لك الله جاني يرحم امك. اسكت يا ابو فيصل، انت مدلع انت. لا، جاني انطباع إنه من قلت وضعي لي صعب وانا من شوي. اسكت اسكت الله يرحم والديك. من قلت لي ان انا اقرا قل اعوذ برب الفلق يجي قاعد ابكي بكايه انت. يا شيخ صدق والله ذا الشعور، بس بكايه انت قاعد لا تبكي. لا لا والله ما أبكي يا الحين شيخ. انا اقول لك جب مويه، اقرا عليها الفاتحه والزلزله والمعوذتين والكافرون لا والاخلاص. تقول لي طولت بحكم علي المساله؟ وش اقول لك؟ أبد ايش تبغاني أبد. اقول لك؟ لا والله، بس بحكم إنه أنت مختص يعني يمكن رأيت انا شيء أنا مختص ما أراه. خلاص. خلاص اذا جيت تنام جيب مويه بس، افتح الغطاء قل قل اعوذ برب الفلق واشرب ونم، ولا تكمل الفلق. خلاص يا حبيبي. تسلم يا بابا، ايوه شكرا. يا حبيبي، يلا مع السلامه. عندي رؤيتين الله يسعدك ضروري أفسرها، واحدة فيك واحدة في بنتي. قولي يلا، خلها يا عبد الله، اعطيني الرؤيه اللي في البنت يلا. واحد يقول ليش معبرين الرؤى دائما منفسين؟ تحداك انا مو منفس. اهلا يا ام سلطان. طيب يا عبد الله طلع لي بالله اللي يوزرها اللي مكتوب عليه لن اتنازل. لن اتنازل. نعم يا سكريه يلا. أيوة حلمت فيك يا شيخ. طيب تقولوا ما انت رايك. سكريه الحين ساعه حلمت فيك وتقفل، تروح تلاحق عيالها طول الصاله. اي انت قفلتي الميكروفون عشان تطلع من الواتساب حقها مسجلته، او تلاحق بنتها طول الصاله كانهم برعصي وعيالها يتلاحقون. يقولون واحد مره جاء لقى زوجته تطق عيالها تفرشهم فرش الصالحين. قال له ايش فيه؟ قالت يا اخي يدورون يدورون يدورون، لا جت الساعه 8 بالليل رقدوا ما يتعشون. زعل عليها قال قسما بالله، شوفي لحظه يا سكريه، طيب. قال لها قسما بالله ان من
ان من يقومون الصباح الين ينامون بالليل، انتم قاعدين تمشين معهم تلاحقينهم، يدخل تحت الكرسي تدخلين معه، يدخل الحمام تدخلين، يطلع فوق الدولاب تطلعين، يعني لاحقيه مرحبا يا ابو سلطان. وتقعد لانه ما اقتنعت، تقول ليش ينامون؟ قال يا بنت الحلال هم يفرون بعدين يجون ينامون، عشيهم قبل المغرب عشان ايش؟ عشان اذا ناموا ينامون شبعانين. قالت لا المفروض يقعدون لي انا اعشيهم. قال ينامون تعبانين مساكين، يفرون كانوا ابو بريس طول البيت. المهم قامت تلاحقهم السحليه، تلاحقهم وتصيح وتلاحقهم. ما اذن المغرب الا هي طلعت لسانها 6 متر ونايمت على طرف المخده، لا سوت للعيال عشاء ولا تعشت هي بنفسها ولا حتى صلت المغرب، رقدت كانها خنفس منقلب. العيال مساكين تلاحقينهم السكريه، انت تلاحقينهم، خليهم يهدون، غيرتي عقولهم. يلا تكلمي. ايوه يا شيخ، انا قبل يومين حلمت في بنتي، في 3 اطفال قدامي معطيني ظهرهم مواليد فوق بعض، انا حاطه يدي عليهم وجالسه اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فجاه يختفوا تبلعهم الارض. فجاه اشيل بنتي وتكون فاكه عيونها بقوه وجالسه اقول عليها اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه من همزات الشياطين ان يحضرون. بس كم عندك عيال؟ عندي بنت واحدة. أنا قبل وكم صار لك متزوجة؟ تقريبا 5 سنين. قبل صار في اسقاطات او صار في حمل؟ لا، قبل رمضان أنا كلمتك إنه بنتي مصابة في السكر، عمرها 1 و8 شهور حاليا. اي. وحلمت فيك إنك ترقيها وفسرت لي الحلم، ومرة ثانية برضو بعدها بأسبوع حلمت نفس الحلم، تكون أنت في مستشفى ورايح ترقي مرضى وتكون واقف عند غرفة رقمها 20، وأجي أقول لك يا شيخ أنا أحتاج بنتي أبغاك ترقيها، تقول لي دقيقة معايا بس 19 دقيقة. بعدها ترجع لي تقول لي لا خلاص برقيها، تكون لابس جوانتي المستشفى بيد واحدة وتحط يدك اليسار على بنتي وتمسك يدها وتقرأ عليها سورة الزلزلة. بعدها صحيت. طيب شوفي يا سكرية، هذا المنام اللي انت ذكرتيه والمنام يمكن السابق اللي قبله والمنام اللي الآن، هذا يدل على أن البنت ربما تكون تحتاج إلى رقية شرعية، وتعويذات. يعني التعويذات ايش معناتها؟ مو بتروحي تجيبين سلاسل تعلقينها، تقولين أعيذك بكلمات الله التامات من شر كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، وتطبطبين على صدر البنت وعلى الظهر، وتنفثين وتضربين على صدر البنت وعلى الظهر، وعلى منطقة البطن تحطين بمنطقة السرة زيت زيتون عليها رقية، سورة الفاتحة والزلزلة والمعوذتين والكافرون والإخلاص، وتستمرين بهذا. طب الله يسعدك يا شيخ، أنا أحتاجك أنت ترقيها لأني شفتك مرتين ترقيها. أنت وين؟ في المدينة المنورة. والله العظيم إني فهم يعلم فيه ربي. والله يا شيخ. كم عمرك؟ البنت عمرها كم عمر البنت؟ 1 و8 شهور. بانه انا اللي كذا من المدينه وموجود عبد الله موجودين المشرفين، لكن بالنسبه الان سويت اضافه، اول ما نقفل ارسلي لي العنوان اللي انتم فيه واقرب نقطه لكم سمسه، اقرب نقطه سمسه، وارسل لك الزيت وطريقه الاستخدام، واسال الله ان يشفي البنت تحتاج الى رقيه شرعيه. نعم استودعك الله. تمام الله يسعدك يا شيخ، مشكور يعطيك العافيه. وياك يا رب، في امان الله. الله كيف حالك يا شيخ؟ بخير الحمد لله. تكلمي يا شيخ أنا عندي رؤيتين وتعبانة والله يا شيخ، دخيلك أنا داخل على الله، فما عليك تفسرهم لي الثنتين. أول واحدة تعبانة من الحلم ولا تعبانة أنت؟ لا تعبانة في حياتي مع زوجي. أول واحدة طلقيه. لا إن شاء الله يستر إن شاء الله. أول خلاص الله يستر، معناته تحبينه، اسكتي خليك معه واسكتي. المشكلة هو تاركني يا شيخ، أنا لو إني أنا اللي مقصرة أبشر حق فذاك الوقت أنا أقول أنا الغلطانة، لكن المشكلة هو اللي تارك البيت وهاجرني دحين له 5 شهور، لا يصرف ولا يسأل ولا شيء. طيب أعطيني المنام أشوف، يمكن أنت اللي بتعديتن عليه. هات المنام هو اللي يكشفكم. أشوف يا شيخ باب الحمام حق غرفة النوم وانت بكرامة، أشوف باب الحمام يد الباب اللي كانت في اليمين صارت في اليسار. أشوف أدق أنا باب الحمام ويفتح زوجي الباب، هو جوا فتح الباب، لما أشوفه بمنظر لابس لبس حريم، بنطلون حريم وجاكيت، وشوف شعره طويل ولونه أصفر وحاط روج أحمر،
وكذا أنا مفجوعة بس زوجك؟ صحيت. جوزي. جوزي ولا زوجي؟ لا زوجي. اي زوجي. وش اللي جوزي؟ وش جوز ارنب هو ولا جوز حمام ولا جوز فراخ؟ اي بس هذا هو. زوج. وش حتى تغيرون في الاسماء انتم؟ اللي الزوج تقولون عليه جوز ولا لوز؟ قولي زوجي. اعطي المسميات حقها ان شاء الله. انت شفتيه لابس بهذا الحال داخل دورة المياه؟ ايوه نعم. الله المستعان. متى شفتي هذا المنام؟ هذا شفته في شعبان. آخ. والمنام الثاني. أكون صريح؟ والمنام الثاني. أكون صريح؟ ايوه يا شيخ. هو وين راح؟ خرج روح، مرة يكون عند أبوه ومرة يكون عند أمه. كم عمره تقريبا؟ ممكن وصل 29 أو 30. 29 نهاية 29. كم صار لكم الزوج؟ كم صار لكم الزوجين؟ 5 سنوات. طيب أنت ضغطتي عليه، خلينا نتكلم بواقع. أنت ضغطتي عليه في الأيام الماضية قبل لا يروح؟ ضغطتي عليه؟ لا. حقرتيه؟ لا أبدا. أنت حرة، قولي لا، قولي لا من الحين لبكرة. أنت ضغطتي على لا. أنا شوفه أول ما تقول واحدة لا عرفت إنه إيه، ما هو لا. أعطيني المنام اللي بعده. المنام اللي بعده أشوف القمر، أنا في السماء، وشوف جنبها قبال القمر نجوم كذا تضوي بشكل مرة حلو. وشوف إني أنا أطلع مركبة وأطلع ما بين القمر والنجوم، أصير أنا ما بين القمر والنجوم في السماء. وصحيت. كم سالك متزوجة قلتي؟ 5 سنوات. رزقتي بذرية أبناء وبنات؟ لا. يا أم ورد. أيوه. كيفك مع الصلاة؟ كيفك مع الصلاة؟ الحمد لله مواظبة عليها. وش هو تمام. وش هو برجك عشان أعرف أنت وش أنت من البشر؟ البرج حقك وش هو؟ برج الجوزاء؟ لا والله ما أعرف. وش ما عندك برج معقول؟ أنا ما أعرف هذا. ما عندك برج معين؟ لا والله ما أعرف ما ولا تعرف. الله يكفيني شرهم. طيب الله يكفينا شرهم يا رب. طيب ما يخالف. تمام. متى شفتي هذا المنام اللي شفتي نفسك بين القمر وبين النجوم؟ برضو قبل رمضان. الله يألف قلوبكم يا حي يا قيوم. قولي آمين. آمين. يبدو أنه في موانع أخذت على أساس ما يصير في حمل. ما أعرف متى أخذتوها وكيف أخذتوها أنت، أو في شيء قاعد يمنع الحمل. ولكنه سيقع بإذن الله. بترجعون زي ما كنتوا، وبمشيئة الله راح يكون في حمل وراح يكون في ذرية. هو يا شيخ هو يا شيخ تعبان. العام الماضي سوى عملية، لكن أنا ما في أي حاجة. يعني لما نكشف أنا سليمة ما عندي شيء، بس هو تعبان وسوينا له عملية العام الماضي. إيوه عنده مشكلة. أي طيب. إلا هذا حسابي يا تكتك، هذا حسابي. واسأل عن البرج عشان نشوف إذا البنت دخلت بالعلم الأبراج نطلعها منه. ركز والله يصلحكم، بس الله يصلحكم. شوفي أنا ليش قلت كذا؟ أنا شفت إنه اسمعي. اي انا عارف تخافين الله، انا ما اتهمتش بشيء، حاشا وكلا. انا كل كلامي من باب المزح ومن باب الجديه فيها. انا قلت لك انه انت اذا ضرقتي باب النجوم او كذا. انا بنتك يا شيخ، والله لو تقول اللي تقوله انا راضيه. لا انا بقول في حدود تعبير الرؤى، ما راح اتجاوز الا من باب المزح للجميع يعني بدون تخصيص. لكن الكلام اللي بقوله الان انا قلت لك اني انا رايت في المنام انه في احد قاعد يمنع الحمل، فلربما واسال الله ان يقع لكنه في احد قاعد يمنع الحمل، فلربما يكون الرجل عنده مشكله معينه تمنع الحمل. وانه انت الارتفاع بهذا المكان اسال الله ان يكون خير لك قادما. فما اعرف هل هذا الخير مع هذا الرجل او مع رجل اخر او وين بيكون الخير، انما انت
بتقابلين شيء من الخيرين، خير الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يكون كذلك يا طيب أم يا ورد. شيخ، نعم. الفستان الأسود لما يلبسوا الرجال هل هو زين؟ فستان أسود يلبسه الرجل أحيانا يدل على أنه يتأثر من أم أو من أخت، فيمشي فيما يقولون. وأحيانا يكون لو لا سمح الله رجل لا يتصف كثير بصفات الرجولة. لأنه نعم. برضو نفسه أنا شفت رجالي. نزلتك أنا عشان ما تقولين، عشان ما تكملين.